يقول عليه السلام، إذا ذكرت لكم المصدر والباب في كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر، باب ما جاء عن الإمام الصادق. أول رواية طويلة بعد. يقول عليه السلام بعدما يبين أن المشبهة والمجسمة كذا كذا كذا، نشوف العقيدة أول بداية، أو العقيدة، تصحيح العقيدة. في دي الرواية أيضا نكتة مهمة لا أنساها، يشير ويؤكد الإمام الصادق على أن المحور الأول في رياضات الروح والقلب والأخلاق العقيدة الحقة، العقيدة الصحيحة، وإلا كل رياضات الروح تكون بوذية هندوسية صنمية وثنية. الله أكبر. البوذيون لديهم أخلاق رياضات روحية، الهندوس لديهم رياضات روحية، السحرة لديهم رياضات روحية، المشعبذون لديهم رياضات روحية، ولكن لما عقيدتهم صنمية وثنية شيطانية. لاحظ أن قيمة الأخلاق بماذا؟ قيمتها محاسنها بحقانية وصحة العقيدة، وإلا تكون رياضات شيطانية، رياضات روحية قلبية شيطانية. وقفت على روايات عن أهل البيت عليهم السلام، واقعا عظيمة ومخيفة، عظيمة ومخيفة. إبليس بعدما تمرد، موجود في الروايات الآن أين ما أريد أذكر، إبليس بعدما تمرد وعصى، الله أكبر، قبل أن يطرد كذا كذا، مع أنه عصى وتمرد، لم يحجب. عجيب، ها، لأن عنده رياضات روحية ولكن شيطانية. إبليس بعدما عصى وتمرد لم يحجبه الله عز وجل عما دون العرش. عما ماذا؟ عما دون العرش، استدراجا له. وماذا؟ يستدرجه، يمهل ولا يهمل. يعني لاحظ الرياضات الروحية ولو كانت شيطانية قد تصل إلى طبقات، وهذا لا يدري بها إلا أهل البيت. ولا أذكركم لقطة عجيبة من هالرواية، عجيبة واقعا، واحد يتحير، ما يدل على أن الميزان الأعظم كما مر بنا في بيانات أهل البيت بما في القرآن، الميزان الأعظم صحة العقيدة، ولا كل الرياضات الروحية تكون شيطنة شيطانية، أبلسة إبليسية. إبليس كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة مرتاض روحي فظيع في نهج البلاغة، حتى أن الإمام أمير المؤمنين في عدة خطب يذكر رياضات إبليس، لكن يذم الخلل فيها، ويذكر جانب القوة فيها، لكن الخلل أخل بالقوة فيها. حتى في بعض الخطب، لعل الخطبة القاصعة، ويا لها من قاصعة، وقد اسم على مسمى الخطبة القاصعة، يذكر كيف رياضات إبليس أمير المؤمنين، ويذكر كيف ماذا؟ ويذكر كيف يجب أن يستعيذ المتقي وأهل اليقين من أن يقعوا فيما وقع فيه إبليس في الرياضة الروحية. بيان عجيب، بيانات عجيبة في نهج البلاغة.
إذن كما يقول الإمام الصادق في هذه الرواية: إن لم تكن عقيدة حقة، لم تكن عقيدة سديدة، كل الرياضات الروحانية والقلبية ستكون شيطنة. لذا في هذه الرواية دققوا الهندسة العلمية الموجودة في هذه الرواية الإمام الصادق كجد يمين. يجب أول شيء إصحاح أو مصحاحية وصحية وحقانية العقيدة أولا. لذلك يمهد مقدمة طويلة الإمام الصادق في العقائد. بعد ذلك يأتي إلى الطريقة والرياضة الروحية.